ولقد بالغ الأخ الشيخ ماجد حفظه الله بالغ الأمر، ولست شيخا ولست عالما، وما زلت أن أكون طالب العلم. لما رأيت وجوهكم وكأنني أشعر الخوف، لأن أنا جئت البلد يعني الناس يتكلمون باللغة العربية، وأنا نسيت اللغة العربية لما سافرت إلى البلدان الأوروبية، وما كنت ألقي المحاضرة باللغة العربية، أحيانا باللغة الإنجليزية وأحيانا باللغة الصومالية. نسينا اللغة العربية خالصا. أعتذر إليكم إذا رأيتم الخطأ والخلل، إن شاء الله سامحونا بإذن الله تعالى. إن شاء الله أنا ما ألقي إليكم المحاضرة، ولكن أريد وأود أن أخبر إليكم الأخبار التي تجري في البلدان الأوروبية. الحمد لله في الدول الأوروبية إخوة الأعزاء، الناس الحمد لله الحين يستقبلون الإسلام، يدخلون في دين الله أفواجا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي كل يوم أكثر من 10 أنفار يأخذون الشهادة. هذه نعمة من الله ونفرح، وأيضا وأنتم تفرحون كما أعتقد، أليس الأمر كذلك؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الناس يستقبلون الإسلام ويعتنقون الإسلام ويأخذون ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. لما أسلموا وكأن إسلامهم أحسن إسلام، سبحان الله. وهذا أسلم قبل الأمس، يعني تتعجب كيف يحسن الإسلام. أما الذي ولد في الإسلام وترعرع وتربى في الإسلام وكأن يسمع ويكذب أحيانا ولا يوفي العهد. أما الذي أسلم قبل الأمس سبحان الله ويدخل في المسجد في الصف الأول ويأتي قبل يعني الصلاة قبل الصلاة ساعتين أو ساعة يجلس في المسجد. أما الناس الذين ترعرعوا وتربوا في الإسلام ينتظرون الإقامة، لما أقيمت الصلاة يدخلون في المسجد. أما الذي أسلم سبحان الله وحتى ما يعرف القرآن، كيف يقرأ القرآن، ومع ذلك يأخذ المصحف مكتوب باللغة الإنجليزية ويأخذ ويقرأ. هذه نعمة من الله.